يناسب أن أشير إلى حادثة هي حديث الساعة الآن، كل الناس الآن يتحدثون فيها، وهي قصة الرجل في مكة قبل أيام قليلة ألقى بنفسه من الدور العلوي في الحرم، وأحد الجنود معذرة أحيانا أحد الجنود يعني خاطر بنفسه وتلقاه بيده، هذه مخاطرة عظيمة جدا، فتلقاه بيده وكان سببا بأمر الله سبحانه وتعالى لنجاته من هلاك ليس ككل هلاك، ليس كهلاك رجل تعرض لحرق أو رجل تعرض لغرق أو رجل تعرض لسبع، لا، يعني كان سببا لنجاته من هلاك ليس ككل هلاك. هذا الهلاك الذي أعنيه هو قتل الإنسان نفسه، قتل الإنسان نفسه، هذا من الموبقات، هذا من الموبقات، يعني رجل يلقى الله عز وجل قاتل لنفسه، هذا من الموبقات. والبيت الحرام، البيت الحرام مكان لماذا؟ لخلاص الناس من الهموم ومن الغموم ومن الأحزان ومن كم وكم من مشاكل الدنيا انتهت عند الكعبة. اي والله، كم من مشاكل الدنيا وأمراضها وهمومها وأسقامها انتهت عند الكعبة. يقبل الإنسان عند الله ويبكي ويضرع إلى الله فينتهي، انتهت أمراض وانتهت هموم وانتهت غموم. إذا كان الرجل به هم أو به يعني أشياء توجعه يقبل على الله، يبكي بين يديه عند بيته، يزول عنه وينزاح كل شيء. فألقى بنفسه، وهذا الإلقاء بالنفس هذا من عظائم الذنوب. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل، تردى من جبل أو ألقى نفسه من عمارة أو من مكان عالي، هو شيء واحد. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى بها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا الجرم ليس هينا، والله عز وجل كتب لذلك الرجل يعني خلاصا من أمر عظيم جدا.